السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعت لكم من تاني، انا حنان السيد، ودي قناتي، قناة متخصصة في الطبخ. اللي بيتابعني لأول مرة اهلا وسهلا بيك. لو عجبك المحتوى فضلا وليس امرا ما تنساش تدعمني بالسبسكرايب واللايك والشير عشان يصلك كل ما هو جديد، وكمان عشان الكل يستفيد. المحشي من أحب الأطباق في وطننا العربي كله. ممكن نختلف في الطريقة ولكن بنتفق على حبنا ليه. مفيش سفرة تقريبا أسبوعية ما بيكونش موجود عليها المحشي. النهاردة أنا هقدمه في طاجن ويتسوى في الفرن، طعم حكاية. ومش عايزة أقول لكم كمان الطريقة سهلة قد إيه، وهتنجح مع المبتدئين كمان من أول مرة. احنا بنكون مجهزين البولة بتاعتنا ونقعين رز لمدة نص ساعة، 3 كوبايات هنصفيهم طبعا وننزل بيهم في البولة. وبعدين بنكون مجهزين بهارات ملح وبابريكا حلو وكمون وكزبرة وبابريكا حار وسبع بهارات وفلفل اسود، كل حاجة معلقة معلقة. هنزل بيه على الرز بتاعنا واقلبه كويس. وبعدين هكون مجهزة بصلاية كبيرة مفرومة ناعم، هنزل برضو بيها. ومعايا معلقتين من معجون الطماطم او صلصة الطماطم هنزل بيهم. ومعايا كوباية كبيرة من عصير الطماطم، بخلي معلقة بس تكون هحطها على المرقة اثناء التسوية. بقلب كل الخليط ده في بعضه كويس لان الرز يتشرب من البهارات والصلصة وكده. اتاكد انه توزع تماما تماما. بكون مجهزه الخضره بتاعتي مقطعاها ناعم، اللي هي بقدونس وشبت وكزبره، بحوالي كوبايه لكوبايه ونص. ومعايا معلقتين مفرومين من النعناع الاخضر، اللي بيحب المجفف بيحط كمان، بس هيحط معلقه. بعد كده بجيب الطاجن بتاعي وبحط فيه قاعدة كده عشان بتساعد ان المحشي ما يتحرق، يعني ما يتلسوعش من تحت، وفي نفس الوقت بتدي نكهة طيبة اثناء التسوية. وهو عبارة عن طرنشات من الطماطم، بصلاية متقطعة برضو سلايد، القلب بتاع الكوسة، فلفل رومي برضو سلايد كده. وتمام كده القاعدة بتاعتي تمام عشان اشتغل في حشو المحشي. بكون طبعا مقورة البتنجان بتاعنا والكوسة وفلفل، من كل حاجة نص كيلو. باخد الخلطة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، طريقة الحشو بسيطة خالص. بالمعلقة بحط شوية و يعني اخبط كده شوية بحيث ان هو الحشوة تنزل لتحت، وكمان الرز ما يبقاش مضغوط، فبالتالي في التسوية يطلع معايا مفلفل وكمان مستوي. ما بملاش الحشو بتاعنا للاخر، احنا عارفين بنعمل تلتين ونسيب تلت فاضي عشان الرز ما يطلعش معانا اثناء التسوية لبره. البتنجان نفس الشيء، انا كده حطيت خلاص الكوسة في الطاجن. ببتدي احشي البتنجان بنفس الطريقة. بنحط الرز ونخبط كده خبطة على طرف الطبق اللي احنا بنحشي فيه، بحيث ان الرز ينزل لتحت. واتاكد بصباعي ان هو فعلا نازل، وما اضغطش قوي عشان لو ضغطنا او كبسنا قوي او حطينا كميه زياده ممكن ما يستويش كويس، وفي نفس الوقت ما يبقاش مظبوط معانا. انا كده خلصت الكميه. بكون مجهزه حوالي كوبايتين من المرقه، بحط عليهم معلقة من معجون الطماطم والمعلقة اللي احنا خليناها من صلصة الطماطم. وطبعا المرقة دي بتبقى متظبط فيها الفلفل والملح وكل حاجة. بنزل عليها بمعلقتين من زيت الزيتون وعصرة ليمون، ده اختياري. اللي بيحب يبقى في المحشي طعم كده شوية صور هيحط الليمون، اللي ما بيحبش خلاص هيحط المرق وبس. مع زيت الزيتون التسوية بتبقى حلوة جدا. نتأكد ان المرقة واصلة ل كل المحشي. ومن على الوش كده اللي هو الجزء اللي فاضي ده بحط عليه برضو شوية. وكده تمام المحشي عندي جاهز. برضو اختياري، اللي بيحب ياخد سنة سبايسي كده يحط واحد من الفلفل الحار على الوش كده، ونغطيه بالفويل او بالغطا ونحطه في فرن على درجة حرارة 200 من تحت لمدة ساعة
ساعة وربع، ساعة ونص تقريبا بيكون بالجمال والحلاوة دي. والطعم كمان مش عايزة اقول لكم قد ايه حلو جدا، بسيط سريع، مخدش وقت معانا. وفي الاخر خالص طلعت النتيجة تحفة. اتمنى تجربوها واتمنى يعجبكم، وان شاء الله رب العالمين استنوني في وصفات تانية كتير. بس قبل ما اسيبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.